دكتور محمد، اهلا اهلا بيك. ما شاء الله، اسكندريه، ميساجا، نيوفاوندلاند، بعد كده ميساجا تاني. ما شاء الله، الطريق طويل بس يعني يستاهل. طبعا طبعا. ما شاء الموضوع الله. يستاهل جدا. ما شاء الله، من اكتر دكاتره الاسنان اللي جم خلصوا كل حاجه والمعادله خلصوها بسرعه باك تو باك، حتى وانت معاك الاولاد وشغال فول تايم. احكي لنا، هل الموضوع كان سهل؟ الرحله كانت عامله ازاي؟ لا، هو الرحله ما كانتش سهله يعني. انا جيت من مصر 2018 وبدات المعادله بتاعتي اول ما جيت على طول. يعني جيت بدات المذاكره على طول ودخلت اول امتحان انا فاكر في فبراير 2019. طبعا قبل ما اجي كندا كنت بشتغل دكتور سنه 10 سنين في مصر. كان عندي عيادتي وكل حاجه، وكان عندي عياده في اسكندريه وبعد كده كان عندي شغلي في القاهره ما فتره شاء الله. طويله. كنت بشتغل في مستشفى كبيره في ناس القاهره. كتير بتخاف من الموضوع ده، تقول انا عندي عيادتي وعندي دخل كويس، هل الموضوع مستاهل ان انا اخد الخطوه دي ولا؟ طبعا الموضوع مرعب. يعني انا في الفتره دي كنت بعمل دخل كويس جدا في مصر. ما شاء الله. وكان اول كلمه لاصحابي لما قلت لهم هاجر كندا قال لي انت بتستهبل، طب ماشي ليه؟ بس هو الموضوع ما كان موضوع اكتر، مش موضوع الفلوس على قد هو موضوع انت عايز تعمل حاجه مختلفه. انا كان نفسي اتعلم تعليم مختلف، وكان نفسي ولادي يعيشوا حياه تجربه مختلفه. مختلفه، وعايز اخلي معاهم جنسيه تانية. في يوم من الايام حبوا يسافروا يروحوا يجوا يبقى معاهم جنسيه تانية، وتبقى دي حاجه بالنسبه لهم مختلفه. تمام. فجيت هنا في 2018. طبعا سبت كل حاجه، يعني اي حاجه كانت تفكر فيها ان انا ناجح والكلام ده كله، لا قلت لا خلاص انا هبدا من الصفر. وجيت وعملت معادلتي من فبراير، بدات في فبراير 2019 ونجحت الحمد لله في اول امتحان. ده كان اول امتحان اللي هو الاي اف كي. AFK مظبوط. دخلته في 2019 حلو. في فبراير. ربنا كرمني في الفتره دي ان انا كان في مجموعه معايا من صحابي بدانا مع بعض نذاكر الحمد لله، والحمد لله كلنا نجحنا مع بعض. يبقى احسن ان هو في ستادي جروب بتساعدوا بعض، تشجعوا بعض، ده أحسن مهم حاجة. جدا. في الامتحانات دي بالذات لازم يكون معاك ستادي جروب. دخلنا مع بعض ونجحنا اول امتحان. دخلنا التاني، حتى انا فاكر دخلنا التاني في مايو 2019، يعني مفيش فرق 3 شهور ما شاء الله. ونجحنا. ما شاء الله، لان في ناس كتير بتبقى مخضوضه من الموضوع ده، هل ادخل الامتحانات باك تو باك يعني ما بين الاي اف كي وما بين الاي سي جي؟ هل الموضوع دوبل ان انت تعمل كده 3 شهور وتدخل؟ طبعا دوبل. يعني انا فاكر الامتحان التاني ده انا كنت بذاكر له في اليوم اكتر من 15 ساعه 16 ساعه. ما شاء الله. وبشتغل في نفس الوقت كمان. كنت وقتها بقى سبت كل الشغلات واشتغلت اوبر في الفتره دي. كانت معظم الناس عدت على اوبر، يعني كان بالنسبه لي ميزتها ان انا اخلص مذاكره انزل انت اشتغل متحكم في شويه وقتك. ارجع اشتغل تاني. كنت اشتغل اوبر ايتس كمان، دي كانت حلاوتها لان اوبر ايتس كان دليفري سريعه، حلو جدا. فدي كانت حاجه من الحاجات اللي كنت بعملها. وكنت بتاخد كورس في الوقت ده؟ لان كله بيقول انا ممكن، انا عارف المعلومات، ممكن اذاكر مع نفسي، هل الموضوع ينفع؟ طبعا كورسات. كورسات. مفيش حاجه من غير كورسات. يعني الكورسات دي بالنسبه لنا هي اللي انجزت معانا. ما هو صح. انت بتشتري وقت. طبعا. انت هنا مش بس مش بتسيف فلوس. عايز تنجح هنا انت بتشتري الوقت. الوقت اهم من الفلوس. توفر الوقت ده لغايه ما تبقى دكتور اسنان، هو ده اللي هتعرف تدخل فيه دخل احسن. طبعا انت مظبوط. هنا بيجي اول ما بتيجي توصل كندا التايمر بيشتغل. خلص استثمر، خلصهم باك تو باك باسرع قدر ممكن، بحيث ان انت طبعا. تبدا شغلك كدكتور اسنان دخل كويس احسن، ايا كان اللي انت هتعمله وانت قبل المعادله لا يقارن طبعا. لا، انت اللي انت بتعمله ده بس عشان يعيشك. صح. اللي انت بتعمله ده بس جاست عشان انت تعيش وتعمل، يعني من الاخر كده اكلك شربك. صح. غير كده وهتتداين، وده اللي حصل معايا. هتتداين وهتبيع طبعا. حاجات في مصر، وهتبيع ايا كان بلدك ايه، بتبيع فيها حاجه اللي عندك، وبتعمل كل حاجه تخليك تنجح. مع فرق العمله شويه الناس بتبقى خايفه، اللي هو الموضوع يستاهل ان انا ابيع كل اللي ورايا، احرق مراكبي، اللي هو اجي كده بيع كل اللي ورايا واللي قدامي واجي خلاص ما قداميش حل غير كده. ده سؤال صعب. يعني انا من النوع اللي قتيل. يعني خلاص هنجح ان شاء الله، هموت نفسي. هل في احتماليه ان انت ممكن ربنا ما يكتبلكش؟ طبعا ربنا، ودي في اي حاجه في الدنيا طبعا. مفيش حاجه مضمونه 100%. اكيد. بس انت لو حرقت مراكبك وكده نسبه نجاحك بتبقى اعلى بكتير. لان ما قدامكش حل تاني، انت لازم تنجح، انت بتعمل اللي عليك لغايه الاخر. مفيش. وبصراحه وانا في نص المعادله طبعا الوقت كان صعب. يعني بعد ما دخلت الامتحان التاني في مايو 2019 الحمد لله نجحت فيه. ما شاء ده انا الله. ذاكرت له يكاد يكون اولموست شهر، لان انا دخلت 2019 نجحت النتيجه 3 في نص 3، فالوقت يا اللي دوب من ذاكرته من نص 3 لاول لغاية- مايو، شهر ونص. ما شاء الله. ما شاء الله. وكنت بذاكر يعني ما فيش. انا كنت في كليه يعني مش اللي هو جيد جدا وامتياز، لا كنت جيد عادي، شخص عادي خالص. بس في المذاكره طبعا بقى لا خلاص، ده مستقبل عيالي. مستقبل عيالك بالظبط. الموضوع ما فيهوش ساحه ان انت تتهاون مع الوقت طبعا. لا طبعا ما فيش. والموضوع كان يعني صراحه مراتي هي اللي كانت واقفه معايا كتير. يعني هي كانت برضه بتحاول تشتغل معايا، بتصد معايا شويه. كانت برضه بتشتغل اشغال عاديه، كاشير، بتشتغل مش عارف ايه، هي دكتوره سنان. ما شاء الله. هو اهم حاجه الصراحه بحس في الموضوع ده ان انت لازم يبقى معاك البارتنر بتاعك في ظهرك، يعني دي اهم حاجه تفرق فعلا. جدا. موضوع البارتنر نفسه ده او مراتك او جوزك ايا كان،
الموضوع بيفرق كتير. صح. لان معظم الناس اللي بتيجي هنا بتبقى فاكره ان الموضوع هنا رفاهيه. مصر انا اعتقادي مصر رفاهيه اكتر، لان انت حواليك اهلك وحواليك ناسك، فانت في عادي سبورت ممكن تميل. سيستم بتاعك ده، الناس صحابك، قعده القهوه، الكلام طبعا ده هنا مش موجود. مفيش الكلام ده. الناس تمام؟ مش هتبقى فاهمه الحته دي شويه هنا، ان هو انت جاي هنا ما قدامكش حاجه، انت معاك انت ونفسك انت ومراتك ونفسك ومراتك، معاك عيالك، خلاص ما قدامكش حل تاني غير ان انت تنجح. تنجحوا مع بعض، صح. تسايسوا اموركم مع بعض، ولازم تحاولوا ان انتوا الاثنين توصلوا لطريقه معينه ان انتوا تنجحوا بيها، وانتوا ده يساعد وده يساعد. لو في انانيه الموضوع بيبقى صعب. بيبقى صعب. وشفنا بيوت كتير جدا ما نجحتش بسبب ان الاثنين كل واحد بيفكر تفكير مختلف، او بيحبط، او بيفكر ان كندا دي كئيبه، او بيفكر ان الوضع هنا صعب وما نقدرش نعيش وي. لا، هو الموضوع هنا دي حياه مختلفه. تمام؟ طبعا. انت هنا بتيجي لازم تغير تفكيرك خالص. تمام؟ دي حياه جديده بشكل جديد، انجح فيها. وطبعا يعني بعد ما بتنجح فيها وربنا بيفتحها عليك يعني وبتخلص معادلتك، الحياه تختلف تماما. طبعا وانا ده دخل مختلف، ساعتها الدنيا تبدا تستقر اكتر، فيعني الموضوع يبقى اسهل ان انت تاخد اي خطوات. طبعا الموضوع بيختلف جدا. لان حتى انا كنت اخويا كان عندي في كندا هنا من فتره، جالي زياره وكده، وكان بيفكر قال لي بقى انا اقعد في كندا اشوف اي شغلانه، اعمل مش عارف ورق ازاي، واعمل دراسه او اتصرف في اي. قلت له لا، هي كندا لازم تيجي بشكل معين بالهجره. صح. واحنا جينا هجره عادي خالص، اكسبريس انتري في الاول في 2018، وعملنا الايلتس. كنا انا واسراء بنمتحن. عملت كام مره ايلت؟ والله كانت كنا انا واسراء دخلنا امتحان. اسراء اللي دخلت اكتر بصراحه، دخلت 13 مره، ما شاء الله. وانا دخلت حوالي 5 مرات. لان في تمام؟ ناس بتدخل اول مره تحبط، تاني مره اللي هو تحس ان هو خلاص انا الهجره دي مش بتاعتي. لا مش فاهمين ان هو الموضوع محتاج مثابره بشكل مش طبيعي. احنا كنا بنخش كل شهر مرتين. ما يديش غير الهدف ده انا عايز اوصل له. انا قلت لاسراء، حتى قلت لها بص انا هشتغل عشان سبورت. هي كانت بتخش بصراحه كل شهر مرتين، وانا كنت بخش كل شهرين مره عشان نوصل، وبنعمل اعاده تصحيح ومش عارف ايه. كانت جت في المره ال 17 باين، كنا احنا دخلنا مرتين زياده اكسترا مستنيين اعاده تصحيح، والاعاده التصحيح بتاعت المره ال 17 هي اللي دخلتنا ما شاء الله. الهجره. جات لنا الهجره فيها في 2017. هو الموضوع الكابلز هنا من اهم شيء في الدنيا ان هم الاثنين يبقوا على نفس البيج. صح. لو في واحد متحمس وشغال ومركز وي والتاني مش معاه في نفس البيج، بيحبطوا الاثنين. طبعا ده أو بيأثر بتحصل بشكل مشاكل. كبير. صح. طبعا. خلصت الامتحان التاني في مايو 2019، دخلت بقى الامتحان التالت انت؟ العملي بقى، العملي انا دخلت بدات مذاكره ليه في شهر 6 2019. يعني ما فيش شهر بعديها على طول، بعد ما ما استنيتش النتيجة النتيجه طلعت. حتى. كمان دخلت على طول. قلت انا ان شاء الله يعني ايه، كنتش متخيل، بس قلت لازم ابدا بدري يعني، صح. حتى لو حصل ايه باللازم. والحمد لله نجحت. ما شاء يعني الله. نتيجتي طلعت ان انا نجحت. بعد كده دخلت التدريب بتاعي في شهر 6 2019. انا فاكر الفتره دي حتى هم فتحوا لاين اوف كريدت لدكاتره الاسنان، كان حوالي مش عارف كان 85,000 ما الفتره شاء دي، الله. تقدر تستخدمهم في الناس اللي مش عارفه اللاين اوف كريدت ده بيبقى زي عباره عن كارد، بس بيبقى ببرسنتج او بانترست ريت اقل شويه، خصوصا اللي هو الجديد بتاع الدكاتره بتاع الاسنان. البنك بتاع CIBC. فبالظبط بحيث ان هو يدي لك مساحه شويه يغطي مصاريفك، يغطي الكورسات والامتحانات لغايه ما تخلص المعادله. طبعا عشان هو اول امتحان غالبا بيكلف في حدود 5000، والتاني في حدود بالكورس بتاعه يعني، ايوه. والتاني بيحاول برضه في حدود ال5 بالكورس بتاعه. التالت هو اللي شويه التالت بقى غالي. بيعدي ال 70 80 الف على الاقل يعني. فهمت. تمام؟ ده اقل حاجه يعني. وتالت امتحان دخلته من يعني بدات 2019 في شهر 6، وجا وانا بعمل تدريب والكلام ده كله. كان اول امتحان متاح كان شهر 12 2019. اوكي. الانستراكتور بتاعي قال لي لا انت مش جاهز تخشه، يعني انت محتاج بس كمان شهرين 3. حلو. هو التدريب الناس اللي مش عارفه هو بيبقى $3000 كل 3 شهور. ايامي انا كان في وقتها كان بحوالي $7,500 ده الكورس نفسه. حلو. وكانت الماتيريالز بتعدي حوالي 20,000، يعني انت عشان تجيب الماتيريالز تشتغل بيها. اوكي. والامتحان نفسه $9,000. اوكي. الامتحان بتاع الاخ التالت ده. فانا دخلت الامتحان التالت، بداته تريننج من 2019 شهر 6. حلو. واتمرنت له. كان اول امتحان متاح كان في شهر 12 2019. جميل. وصلت قبل الامتحان بحوالي 3 شهور او في وقت الحجز بتاع الامتحان يعني. فالانستراكتور بتاعي قال لي بص انا شايفك ان انت مش جاهز احسن حاجه يعني، خليني احسن نخش شهر 6 اللي هو الامتحان اللي بعده في 2020. قلت له تمام مفيش مشكله. واجلت امتحاني. واحنا بنعمل التدريب بتاعي ده بتاع الامتحان ده، انا خدت زي كورس انا واسراء دنتال اسيستنت بروجرام، لان بتبقى دنتال اسيستنت. كان في حاجه اسمها اوساب بتتاخد او لسه موجود لحد دلوقتي. الفلوس دي خدتها
عشان اقدر استخدمها في المعيشه بتاعتي. كنت بروح احضر في الجامعه كمان بس بحيث ان انت تبقى خدت المنحه نوعا ما ان المنحة. هي تغطي شويه من المصاريف. اشتغل فعلا يعني. مصاريف كتير ومعاك الاولاد وكده بجانب مصاريف اصلا الامتحان، فشويه الموضوع مش سهل طبعا. انا وصاد دخلناها وخدنا سنه وكانت لطيفه بصراحه. ما شاء الله. فاجلت الكورس بتاعي واجلت الامتحان بتاعي لشهر 6 وحصل اللي حصل بقى، الكوفيد هيت في الفتره دي. فالامتحان بتاعي بقى بدات اخد كورسات وادفع من جيبي، والامتحان اتاجل. اتاجل بقى من شهر 6 لشهر 12 2020. بقيت برضو مش عايز اوقف تمرين. طبعا التمرين ده والكورسات دي لوحدها بتكلف في السمستر واحد حوالي مثلا ليتس سي 15,000 لان بالماتيريالز بالحاجات دي كلها. اوكي. وقعدت اتمرن. حصل ان برضو الكوفيد هيت تاني، او ما كانش اتقفل، كان لسه في لوك داون، واجلوا الامتحان لشهر 6 2021. اخدوا مجموعه صغيره جدا في شهر 6 2021، وانا كان حظي في 2021 شهر 12. اوكي. ده هو الامتحان بيتعمل مرتين في السنه، في شهر 6 وشهر 12. ده في النظام القديم. النظام الجديد دلوقتي بيتعمل كل شهر. حلو جدا. يعني الموضوع ده بيدي فرصه للناس ان هو لو مش جاهز دلوقتي خلاص شهر ويدخل على طول. الله ينور عليك. يعني اسراء دخلت النظام الجديد فكان كل شهر. ما شاء الله. فدخلت الامتحان في شهر 12 2021. كان في نوفا سكوشيا حتى الامتحان، انا فاكر كان في دلهاوزي. خلصته الحمد لله، نجحت فيه. كان النتيجه طلعت في اول 2. دخلت الامتحان الاخير شهر 5 نجحت فيه، وبعد كده بقى بدات اخدت اللايسنس بتاعتي في شهر 7 2022. ما شاء الله ما شاء الله. كانت يعني هو لولا الكوفيد، بس طبعا هو كله قضاء وقدر يعني طبعا. يعني انا مش شايف ان في اي تاخير بيفرق غير ربنا فكتب لك حاجه ثانيه. فاهم ازاي؟ وفعلا هي الفتره اللي انا كنت فيها دي كنت بقى اشتغلت في شركه كده، كانت دي احسن شغلانه جات لي طبعا. جالي فرصه شغل كويسه طبعا بعد ما كنت بشتغل كل الحاجات اللي قلت لك عليها، الاوبر والكلام ده كله طبعا. في شركه تدريب تبع شركه زراعه اسنان. حلو جدا. قعدت مع شركه كبيره جدا، بتعلم حاجات وتكنيكس، وبشتغل معاهم في السيلز والتكنيكال سبورت. فتعلمت حاجات كتير جدا في السنه ونص الاخيره قبل المعادله كتير. ففرقت معايا في شغلي بقى. يعني سبحان الله كان تاخير، بس كان تاخير وصلنا لحاجه حلوه. يعني بقيت في شغلي دلوقتي بعمل حاجات في ناس كتير جدا اكبر مني بقالهم سنين طويله مش بتعملها. هو سبحان الله يعني فعلا في ساعات ربنا بيبقى له خطط مختلفه عن اللي احنا عايزينها، واحنا بنتضايق في الاول، بس في الاخر هي كل دي تتعلم فيها سكيلز تخليك احسن في المستقبل. طبعا هو كل ده يعتبر استثمار في الشكل اللي انت هتبقى عليه، والكاركتر والسكيل سيت بتاعتك عموما تطور ازاي. الحمد لله ان هي فعلا كانت حاجه مفيده ليك. لا فرقت كتير معايا في زراعه الاسنان والكلام ده كله. حتى جات لي فرصه شغل قويه جدا لما خلصت في نيوفنلاند. سافرت نيوفنلاند وكانت دي تجربه بقى مختلفه بكل المقاييس. يعني انا لما كنت عايش في اونتاريو وبعد كده جات لي اول فرصه شغل في نيوفنلاند. دي ما كانتش حاجه عاديه تمام. ما شاء الله. وكان كل الناس بتستغرب انت هتسيب اونتاريو وتروح نيوفنلاند. نيوفنلاند طبعا اللي مش عارفها هي في ايست كندا، شرق كندا، جزيره طبعا متطرفه، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش اي حاجه. بس الناس ما فيهاش بقى المولات والحاجات بتاعت اونتاريو دي. تعداد سكانها نص مليون. يعني انت عندك هاملتون هنا 600,000 بالظبط. يعني متفاجئ قدها مرتين. فتعداد سكانها حوالي نص مليون. بس كانت احلى سنتين في حياتي عشتهم. رحت قعدت سنتين هناك، اشتغلت في قريه يعني عاصمه نيوفنلاند سين جونز. لا انا كنت في قريه حتى اسمها ميريستاون، وتعداد البلد دي كلها كان حوالي 5000 او 6000. بالقرى اللي حواليها كلها كانت مثلا حوالي 20,000. فانا كنت دكتور اسنان يعتبر الوحيد. كان في واحد تاني بس الوحيد اللي بيعمل كل حاجه موجود في الاريا دي. ما شاء الله. خدت خبره رهيبه جدا طبعا. والناس كانت كل الناس اللي هناك طبعا كلهم كنديين بس وايت طبعا، عائلات عن عائلات عن عائلات اسبانهم سنين. فانت ماسك الكيسز كلها بتاعت المدينه طبعا. لا غير كده كمان انت كنت مثلا وانا رايح هناك كنت قلقان، طب الناس دي هتعاملني ازاي؟ انا شكلي مختلف، الناس بتخاف عنصريه او كده خالص. ما شاء الله. يعني بيجوا يساعدوك من لا شيء. يجي لك يقول لك انت محتاج حاجه يعملها لك. ناس لطيفه جدا، ناس جميله جدا، موضوع مختلف. هي دي كانت كندا فعلا. حلو جدا. انا رحت شفت كندا الحقيقيه فاهم. ما شاء الله. بس كانت من احلى التجارب اللي عملتها في حياتي. وبعد كده بقى رجعت على مساجة تاني بقى عشان الاولاد كانوا عايزين بقى يرجعوا بقى الحياه تاني بتاعت المدينه، الكوميونتي العربي والحاجات دي. تمام. والمدارس الاسلامي بقى والكلام ده كله. ورجعنا بقى عندنا فتره عشان بنجهزهم للجامعه ان شاء الله. ان شاء الله. فلا كانت تجربه من احلى التجارب. وطبعا يعني كل خطوه وليها جمالها. وانا زي ما قلت لك قبل كده وكنت بقول لاخويا برضو ان كندا ليها وشين. صح. في وش كده وحش لو انت ما بقتش مهتم بمستقبلك هنا ومش بتركز، ولو عندك معادله ما بتعملهاش وبتجري على ان انت تطور نفسك. وفي جزء تاني وش بقى اللي هو دلع. يعني لو انت بقى مهتم بنفسك هتلاقي الدنيا هنا بتضحك لك. فاهم ازاي؟ ففي وش وحش وفي وش حلو. انت اللي بتختار هتعمل ايه. هتنجح وهتركز فاتك هتاخد الوش الحلو. جيت واكتئبت سبت نفسك للسلبيه والناس هتاخد وش وحش قوي جدا. والناس السلبيه دي مش هتفيدك بحاجه. هي هتختفي. وممكن يكونوا هم كويسين بس هم من النوع اللي هم عايز يحبط اللي حواليه. صح. مبسوط والله ان انا قعدت معاك النهارده، وحقيقي ما شاء الله يعني مثال مشرف للمصريين ومثال ناجح ما شاء الله عليك. فمبسوط جدا. يا رب ان شاء الله ده يكون حاجه مفيده للناس. واكيد لو يعني انا احب برضو الناس لو في اي حاجه هيحتاجوها في الكومنتس خاصه بالمعادله وكده نرجع لك على طول ان شاء الله. لو في حاجه هنساعد طبعا ان شاء الله.
وانا متشكر انت كنت معانا النهارده. شكرا لحضرتك.